السلام عليكم المشاهدين، الإخوان الأصدقاء، الإخوان الحرفيين. كنتمنى تشاهدوا هذا الفيديو ويلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن أحوال إن شاء الله. غادي نشارك معكم هذا الفيديو. غادي نتكلم عليكم على لاحظت واحد جوج فيديوهات في الصفحة ديال فيسبوك. لقاو واحد المشاهدة لا بأس بها، واحد التفاعل باللايكات. هاد جوج فيديوهات هما اللي كيتكلموا، راكم عرفتوهم، كيتكلموا على قلنا كيفاش غادي نبقاو نديرو واحد اجتماع مع الحريفية. كل أسبوع نجيبو واحد الحريفي مهني، نبداو بهذوك المهنيين يعني اللي داخلين في هذا المحتوى ديالنا، ومن بعد ان شاء الله نطوروا القناه وداك الشيء يولي عندها الطلب اكثر. غادي نبداو نجيبوا حريفيه اخرين، مثلا نبداو القباصه والصباغه والتريسيانه، من بعد غادي نجيبوا ان شاء الله حريفيه اخرين. وكما قلت لكم في هذاك الفيديوهات السابقين، بالنسبه للحريفيه ما يعني كيعانيو في الصمت، ما عارفين شروطهم هما اشنو باغين. كاين الحريفيه تبارك الله عليا الله بادين وداك الشيء، وكاين اللي صنايعيه ويعني مدفونين، ما مسلطش عليهم الضوء باش يعرفوهم الناس، باش يتعرفوا. و قلنا نوليو كل اسبوع نجيبو واحد الحرافي اللي يعني تكون عنده واحد الخبره وتكون عنده واحد التجربه، ويهضر يعني نديرو ليه واحد الفيديو اشهاري، ويهضر يعاود لينا على التجربه ديالو، ويعاود لينا على ويبين لينا شنا هما السلبيات ديال هذيك المهنه والايجابيات ديالها، ويبين لينا شنا هما الاخطاء اللي كيطيحوا فيهم مالين الديور في كيفاش الترتيب ديال الاصلاحات، ويبين لنا ايضا حتى الثمن، الثمن يعني رخيص والثمن اللي كيكون زايد شويه، شنو هو الفرق بيناتهم، وشنو هما السلبيات اللي كيطيحوا فيهم مالين الديور ملي كيخدموا بواحد الدوبي رخيص، وشنو هما الايجابيات اللي كيستافدوا ملي كيخدموا بواحد الثمن، يعني واحد الدوبي معقول وثمن مزيان. هاد الرساله كنوجهها لمالين الديور. ملي كيجي عندكم واحد الحريفي وكيجيبوا لكم شي واحد من العائله مثلا، او من طرف شي ناس كتعرفوهم، يقول لكم هاد السيد راه ثقه على ضمانتي، راه تبارك الله احترافي، راه خدمته زوينه وهذا، او غير ذلك جا من واحد الجهه معينه، مثلا هاد الجهه ديال السوشيال ميديا، تعرفتوا عليه في السوشيال ميديا. مثلا كتشوفوا الفيديوهات ديالو او كتشاهدوا الفيديوهات ديالو، يعني كيكون حتى من خلال الطريقه باش كيهضر بواحد الكلام موزون، يعني كيهضر باحترام، وكتشوفوا الخدمه ديالو. راه ملي كتشوفوا الخدمه ديالو في الفيديوهات راه يعني بحال كيشارك معكم العمل، كانكم معاه في الغرفه. وديك الساعه ملي كتواصلوا معاه داك الشيء، راه ممكن يديكم يعني المنازل اللي فيه تشتغل فيها وتشوفوا كل شيء بعينكم. وهذا ملي كتجيو للثمن وكيطلب لكم واحد الثمن وكتقارنوه بثمن اخر، كتلقاو داك الثمن اللي طلب لكم هذاك السيد اخر رخيص، الثمن اللي طلب لكم هذاك السيد زيد شويه، او داك الحريفي اللي جاب لكم شي واحد من العائله وكذا. نتوما كتكونوا يعني كما كيقول لك كون خبير قلبك، الا شفتي هذاك الحريفي اللي طلب الثمن كتعير فيه، كتوفر فيه جميع المعايير ديال الصنعه ديال التجربه، قنعك في الكلام، عرفك شنو بغيتي دير،
راه خصك راه ماشي واخا ما فيها باش تخدم بهداك الثمن اللي غالي. علاش؟ راه هذاك الحريفي المتمكن غيدير لك واحد الخدمه اللي هي غادي تبقى لك مدى الحياه، تبقى لك لوليداتك ولاد ولادك. وغادي يجيو عندك الناس من العائله او الاصدقاء يقول لك شكون اللي دار لك هذه الخدمه؟ تقول لهم واحد السيد الله يذكره بالخير، واه تبارك الله عليه معلم. كما كيقول لك. ونزيدك حاجه اخرى، نزيدكم حوايج اخرى. كاين اللي كيقول لك راه ما كاينش راه كيقولوا بحال هكاك، راه غادي يخدم لك بالثمن وغيدير لك خدمه، يعني خدمه سواقيه او مثلا راه غيدير لك بحالها، بحال هذيك الخدمه الرخيصه بحال الخدمه الغاليه. راه غادي الفرق راه في الثمن، راه ما كيقنعش، راه ما كيديرش. لا يا الاخوان اخوات، راه كاينه البياسه اللي كدير 10 ريال، وكاينه البياسه اللي كدير درهم، وهما بحال بحال. ولكن البياسه اللي كدير درهم فيها الايجابيات زايده على الايجابيات البياسه اللي كتسوى 10 ريال. كذلك هو مثال الخدمه. راه واخا كتبان لك في الغلاف الخارجي بحال هذيك الرخيصه بحال هذيك الغاليه، ولكن راه من الداخل ديالها راها هنا كاين مشكله. مثلا ناخذ كمثال مثلا القبص مثلا. كيجي عندك قباص مثلا، كتقول لي بغيت ندير هذا الديكور، كما قلنا داك الحرفي المحترف عرفك شنو بغيتي، عرفك شنو هذا، غيدير لك واحد الخدمه اللي هي غيزيد عليك الثمن شويه، ولكن هو عارفك شنو بغيتي، عارف هذاك الديكور كيفاش كيتخدم. هو ما باغيش واحد المقابل مادي اللي يربح فيه اكثر، هو باغي يعني غير ديك السمعه ديالو تبقى زوينه وهو يمشي مرتاح نفسيا. ما غاديش يتقرم لك على السلعه ولا يدير لك الغش، ولا كيقول لك انا ماشي مشكل، حنا بروسنا دزنا من هذا الشيء هذا. كتقول مثلا غنتقرم على واحد الخدمه، مثلا نشيط واحد الاجر ديال سيمانه مثلا، ولا خدمه جوج سيمانات ولا هذا، وغندير خدمه ناقصه ما يعطينيش خاطر. كذلك هو مثال هذا الحريفي يعني المتمكن كيحافظ على واحد السمعه المهنيه ديالو. اما داك الحريفي اللي كيما كتكون شي واحد مثلا كيدير باسو مطور، شي مول الدار كيقول لك لا لا راه خصني نخدم بثمن رخيص، راه بحال راه خدمه راه كيقلب على داك الحريفي اللي غيخدم ليه بالرخص. داك الحريفي اللي غيخدم ليه بالرخص ما عندوش واحد السمعه مهنيه اللي خصو يحافظ عليها. يقول لك انا نخدم ليه فين باقي غنشوفو ولا هذا. انا غنوريك الفرق فين كاين. مثلا عندك القباص اللي بغى يخدم لك بواحد الطريقه صحيحه وزوينه واللي عندهم لك، ملي كيجيب لك، حنتوما اغلبيه كيتفاهموا بالسلعه، ملي كيجيب لك السلعه وداك الشيء كتفاهم معاه بثمن رخيص وغيدير لك خدمه على قد فلوسك ماكسيمون. مثلا داك البروشونات اللي كيشدوا ما بين البلافو والبلاكه، مثلا كيكون الماكسيمون مثلا الفرق واحد 20 سنتيم 20 سنتيم كيحط لك بروشون. ما غاديش يبقى يحط لك على 20 سنتيم، يولي يدير لك مترو يحط لك بروشون. مثلا السمك ديال البلاكه مثلا فيها واحد 2 سنتيم ولا 2 سنتيم ونص، يدير لك هو بلاكه ديال سنتيم، السمك ديالها ما يفوتش سنتيم. يعني هادشي شنو كيأثر سلبيا على الخدمه، وهي راه نفس الديكور نفس هذا كتشوفو انت من تحت كتشعل الضوء كيبان لك زوين. كيأثر على التشققات، كتولي البلافو كيتشقق لك، يعني داك البروشون يعني خفيف، ما ديرش الماكسيموم ديال 20 سنتيم، دير لك مترو. هذاك حتى هو كيدير مشاكل، كيولي سلبي، كيولي التشقق، كيولي يعني بلافو مع الوقت يقدر يبدا يتهرس ليك. هذا هو الفرق الاخوان في الخدمه الرخيصه. ملي كيجي عندكم واحد الحريفي وكيقنعكم وكتشوفوه يعني متمكن في الحرفه ديالو، راه الثمن راه باين، راه ما يبانش لكم زايد واحد شويه الفرق وهذا
وكتشوفوا كما كيقول لك انسان كيشري وجه الحريفي، ماشي كيمشي باغي يخدم فقط. كتشوف يعني تبارك الله كيبان لك عنده واحد السمعه زوينه، ويعني كيهضر باحترام وهذا، وكترتاح ليه نفسيا، يعني كتثق فيه. كيقول لك الاعمال بالنيات، كتصيب النيه ديالك وكتقول بسم الله. زيد عليه حتى بالنسبه لهاد الصباغه، صباغه باطيمو حتى هي راه فيها يعني خدمه رخيصه وفيها خدمه غاليه وفيها بزاف د الحوايج. كاين مثلا شي واحد بغى يشد عندك لابارطومون باش تصبغ وداك الشيء، انت كتولي تقلب على داك الثمن رخيص، كتبقى حتى يجي داك الحريفي اللي كيدير خدمه رخيصه ما عندوش كسار. مثلا الخدمه بالقواعد ديالها والتطبيق ديالها، وكيفاش غتكراطي الحيط، وكيفاش غدير ليه واحد دوزيام كوش، وكيفاش غادي يعني تطبق جميع القواعد ديالها. ما غاديش يطبق معك هذاك جميع القواعد ديالها، يضرب لك واحد الكوش كاع ديال لوندو، يضرب لك على المرطوب ولا على ديك الصباغه اللي فايت انت صبغتي، صابغ لك بها شركه غير جيلاتين بحال الجير، يحكى شويه ويضرب لك عليها لاندوي وصافي، ويضرب لك الحيط، يقول لك يضرب لها واحد الكوش. داكشي اللي بغيتي انت، سواء كان ديكور سواء كان هذا، حتى هي ما يفوتش فيها كوش، وغطلع بحالها بحال الاخرى. ولكن الا جاو الناس كيلاحظوا مثلا، او مع الوقت هذيك الصباغه ديال الجيلاتين اللي لتحت غتنوض لك الصباغه الاخرى، او لا ضرب لك لوندوي على المرطوب، راه من بعد كيتقشر. هنا فين كاين الفرق الاخوان. ما تبقاوش تقهروا الحريفي، شوفوا حريفي اختاروه اللي غتثقوا فيه، فقط ثقوا فيه وديروا النيه ديالكم. والثمن راه باين، كلشي باين واضح، غير هو الحاجه رخيصه، كاين الفرق ما بينه وبين الحاجه الغاليه. وبالنسبه لكم نتوما الحرفيين، انضموا لهاد الصفحه وشجعونا باللايكات. وراه شفت في هذاك الفيديو كما قلت لكم، راه كاين المشاهده وكاين التفاعل باللايكات، ولكن انا بغيت التفاعل ديالكم. انا ماشي كنقلب على المشاهده، انا بغيت نقلب على الشجاعه ديالكم. تشجعوا، تواصلوا معايا بالتعاليق، وتقول لي حنا بغينا نتعاونوا، بغينا ندعموا بعضياتنا، بغينا يشوفونا الزبناء، بغينا نتعرفوا على الزبناء، بغينا نتعرفوا على الزبناء ويتعرفوا علينا، بغينا يعني نستثمروا في السوق ديال سوق الشغل، بغينا نتعاونوا ونخدموا. ولاحظت فيكم حتى واحد القضيه، من راسي انا، راه واحد منكم باش ما تقولوا زعما راه ما فاهمش الحرفه، ولا ما فاهمش كيفاش كيعيش الحريفي، ولا كيفاش كيفكر. ولا انا قبل ما ندخل لهاد السوشيال ميديا، راه انا كنت كنحشم، ما كنقدرش نبان قدام الكاميرا، شنو هما الحوايج اللي خصنا نحشموا فيهم؟ هما الحوايج اللي ما كيرضيوش الله، هادو هما الحوايج اللي ما خصناش نحشموا فيهم. اما الا بغيتي تبان قدام الكاميرا ولا تبان في السوشيال ميديا، ما خصكش تحشم، بالعكس هذا راه خدمه، ما خصكش تحشم. ودابا ملي تشوفوا هذا الفيديو تفاعلوا معاه باللايكات، كذلك المشاهدين، وديروا الثقه في هذه الصفحه ان شاء الله، وتواصلوا معايا بالتعاليق. كتبوا لي في التعاليق، كتبوا لي المدينه ديالكم، الحرفه ديالكم، راني داير رقم واتساب وغنحط لكم في العنوان. اللي بغى يدير شي فيديو اشهاري، ولا بغى كيما نديروا معاه شي جلسه، نمشي عنده لورشه العمل، يتواصل معايا، ولا يجي عندي المحل المتخصص ديالي، وكما قلنا ونبداو ان شاء الله نطوروا ان شاء الله من كيفاش نخدموا على راسنا، وكيفاش نتواصلوا مع الناس، ويكون الكل معقول. الحريفيه يتواصلوا معايا يكونوا معقولين، ويكون حريفي يكون عنده تجربه. ومرحبا بكم، واشتركوا في القناه، فعلوا الجرس يوصلكم كل جديد.